عمرك وقفت قدام قرار حاسس إنه هيغير حياتك؟ قرار ممكن يبعدك عن ناس كنت متعود عليهم، يخليك تبدأ من الصفر، أو حتى يخليك تحس إنك لوحدك. الحقيقة إن أي حد بيدرس صغير أو كبير بيجي عليه وقت ولازم ياخد فيه قرار صعب. تذاكر ولا تسيب الخروجات؟ تواجه خوفك من الامتحانات ولا تفضل تهرب؟ تكمل في طريقك الدراسي ولا تغيره؟ المشكلة إن القرارات الصح عمرها ما بتيجي بسهولة، لأنك دايما بتسيب حاجات ورا ظهرك. بتسيب وقت الراحة عشان تذاكر، بتسيب صحابك عشان تركز، بتسيب الخوف علشان تواجه الواقع. أكتر حاجة بتوجع لما تقرر تغير نفسك. المهم انك تبطل تأجيل وتبدأ تذاكر بجد. في البداية بتحس نفسك لوحدك، تحس انك بتخسر جزء منك، بس خليني اقولك حاجة مهمة: الحزن اللي انت بتمر بيه ده مش علامة للفشل خالص، دي علامة على انك بتكبر وبتتغير وبتتحرك لقدام. زي قرارك النهاردة انك تذاكر بدل ما تضيع الوقت، قرار انك تسيب صاحبك اللي بيشتتك، او قرار انك تحط مستقبلك في الاولويات بتاعتك. وللاسف القرارات دي مش سهلة، بس اسأل نفسك سؤال: هل في حاجة انت بتتمناها بتيجي بسهولة؟ كل حد ناجح عدى باللحظات دي، لحظات شك واحباط وتعب، بس الفرق ان هم ما استسلموش وقرروا ان هم يستحملوا شوية ضغط وتعب وحزن مؤقتين علشان يوصلوا للي هم بيتمنوه. يعني مثلا لما تذاكر وانت تعبان، لما تقاوم رغبتك في انك تنام وتسيب الشغل بتاعك، او حتى لما تكمل في طريقك وكل الناس بتنتقدك، كل ده مش تعب عابر كده وهيروح هباء. ربنا عمره ما ضيع تعب اي حد. تعبك ده ما هو الا استثمار لنفسك في المستقبل. عارف ايه اللي بيفرق شخص عن التاني؟ هو الصبر. مش الصبر بس على الظروف، كمان تصبر على نفسك. تستحمل نفسك وانت الحماس عندك قليل جدا ومش قادر تعمل حاجة، وتستحمل نفسك وانت قاعد زعلان ومش طايق نفسك، واستحمالك لنفسك وقت ما الحماس عندك بيكون قليل، وانك تستحمل الحزن اللي انت بتمر بيه وانت عارف ان هو حزن مؤقت، وانت عندك كمان يقين ان الحزن ده هو اللي بيمهد لك الطريق في اللي انت ماشي فيه. اوقات هتحس انك لوحدك في الطريق ده، واوقات هتسأل نفسك: هو انا ضاغط على نفسي كده ليه؟ بس الحقيقة ان القرار اللي انت بتاخده النهاردة هو اللي هيحدد انت هتبقى فين بكرة. الحزن اللي انت بتحس بيه دلوقتي انت عارف انه مؤقت، لكن النتيجة اللي هتوصل لها هتفضل معاك بعدين. انت مش بتعاقب نفسك لما بتفضل المذاكرة عن الخروج، انت بتكافئ نفسك في المستقبل. انت مش بتخسر حاجة وانت ضاغط على نفسك شوية، انت بتبني حياة وواقع هتعيش فيه بعدين، والواقع ده هتكون فخور بنفسك جدا لما توصل هناك. فعايز اقولك ما تخافش من شوية حزن هتمر بيهم، ما تخافش من احساس الوحدة وانت بتشتغل على نفسك، لان في المستقبل القريب ان شاء الله هتبص لنفسك ورا وتقول الحمد لله ان اخترت وخدت القرار الصح زمان، حتى لو كان القرار ده كان تمنه شوية وجع وألم مريت بيهم. افتكر دايما ان الحزن بيعدي زيه زي اي حاجة، بس اللي بتبنيه بنفسك بيفضل معاك لسنين قدام. خلي عندك امل، توكل على الله، ان شاء الله ربنا هيكرمك جدا في حياتك. سلام.